طبعا أهلا بكم. اليوم الحلقة 10 تحكي، هذا بالجزء الثالث من يوميات طالب عراقي، تحكي على حيدر العبادي. أني شي واحد راح أقول لحيدر العبادي حتى أشوفكم الفيديوهات مالاته. بعد منه راح أسوي بس فيديوهات حتى أشوفكم الأشياء اللي تريدونها انتم. حيدر العبادي أطلب منه إنه إذا يريد يرجع لمنصبه يصير زين ويا العالم، يقدم أشياء للمجتمع ويبلط الشارع من هاي السوالف، يعني خلى رواتب تمشي. شو من نجي لحد الآن كل شي ما حصلنا، ما تشوفه بسرعة طقوك بيبسي معدل وبالقوطية هاي الجديدة الستيل. المهم، وبالنهاية راح أقول له اه إذا تريد ترجع لمنصبك تسوي أشياء زينة للمجتمع، تحترم نفسك أحسن لك. وهاي المواقف المحرجة لك بطلها. يعني شنو هسه هذا رئيس وزراء يوقع على القاع هسه تشوفونهن. اتمنى هاي الحلقات الفيديوهات اللي راح اشوفكم اياها تعجبكم. ويسقط حيدر العبادي بالاخير مع الاسف، مع الاسف عليك. لكن حقيقة تسجل لربما هاي لأول مرة بتاريخ العراق، وأعتقد حتى في تاريخ رؤساء الوزارات العرب، أنه رئيس وزراء يوقف ويا شاب وياخذ وياه صورة سيلفي. خلينا نشوفها. ان شاء الله من عوائل الشهداء بالصغار. من عوائل الشهداء. والله سيد حيدر خليك على هالعفوية البغدادية، خليك هالشكل ويا الناس، اقعد وياهم اشرب شاي تاريخك يسجل لك والعمر بيد الله. الله ما تدري ايش كاتب لك، لكن خليك هالشكل على هاي البساطة. هو هذا العراقي، هي هاي الروحية البغدادية، هو هذا حيدر العبادي اللي نريده والمتابعين. بس بصراحة أقول إحنا حالة حرب، المواطنة التحقيق على أيديكم وأكثر من هذا. اليوم أنا قائد عام للقوات المسلحة، ما حد حق أصرف 10 ملايين دينار، ما لي حق. قطعتوها كلها بالموازنة. عمليات بغداد عندنا عمليات أساسية بالتزامن مع صلاح الدين، لذكرى الإخوان أكو مشاكل في داخل بغداد، الإرهاب عم يحاول يضرب. أنا أقول لكم صراحة، تنواجه جماعات إرهابية